تخيل أنا رايح أدوّر على الاعتراف بيّا وإن أنا أشوف نفسي في عين شخص هو أساسًا عينه ضيّقة، يعني عينه صغيّرة، هو مش شايفني، فأنا رُحت أدوّر على نفسي في المكان الغلط، فوصلني إن أنا إيه، إن أنا شخص وِحِش، إن أنا شخص غلط، إن أنا شخص ما أستاهلش، إن أنا شخص مش كفاية، إن أنا شخص ما اتحبّش. ما هو ده اللي إحنا بنخرج بيه بالنهاية في بعد ما العلاقة إن أنا ما أستاهلش إن حد يبذل مجهود عشاني. هل أنا مش كفاية إنه الشخص راح تاني يوم أو تالت يوم راح اتعرّف على حد جديد، هو أنا ما كنتش إيه الفرق ما بين شخص لمّا ده بيحصل له بيتعرّض لخيانة، هو بياخد بعضه ويمشي لإن هو عارف قيمته، وفي شخص تاني بيقتنع بالمبررات أو لإن هو بالنسبة له إن وجودك بيمثّل اعتراف بيّا، عدم وجودك بيمثّل عدم الاعتراف بيّا، وده اللي بيخلق برضه الattachment. إن أنا ليه متعلّق بيه؟ أنا مش متعلّق بيه هو كشخص، ليه؟ لإن أنا وأنت عارفين إن هو مش بيدّيك حاجة، بس أنا متعلّق بالصورة اللي أنا باشوفها أنا لمجرد وجوده، لمجرد وجوده.